بنبدأ دلوقتي نحلل في مباريات الدوري الإنجليزي. معانا أول ماتش وولفرهامبتون وليفربول على أرض وولفرهامبتون. وولفرهامبتون لعب 4 ماتشات في الدوري، خسران 3، كسبان ماتش قدام إيفرتون 1-0. طبعا بس مش عايزك تنخدع إنها فرقة ضعيفة، هي مش فرقة ضعيفة خالص، بس فرصة الفوز موجودة لليفربول، فمش هنختار إن هو ليفربول فوز، هنختار إن هو فوز في أحد الأشواط، أو فوز أو وتعادل، يعني تعادل أو فوز، أو تعادل أو فوز ومجموع معين من الأهداف زي أكتر من 1.5 هدف. تاني ماتش معانا النهاردة أستون فيلا بيلعب على ملعبه ضد كريستال بالاس. طبعا المباراة متساوية في كل حاجة، الهيستوري بتاع الفرقتين، مقابلات الفرقتين مع بعض متساوية في كل حاجة، والماتش ده فخ، يعني ممكن في أي وقت تبص تلاقي نتيجة غير اللي في دماغك. فهنعمل إيه؟ أولا فوز أو تعادل أستون فيلا، ممكن لن يحرز فريق 3 أهداف على التوالي، ممكن أستون فيلا لن يفوز في شوطين. دي أقرب حاجة للماتش ده. تالت ماتش معانا النهاردة ماتش فولهام بيلعب على أرضه ولاوتن سيتي. الماتش ده عايز أقولك إن أكتر ماتش مضمون بكرة، لأن آخر مرة اتقابلوا مع بعض على نفس الملعب كان الموسم اللي قبل اللي فات، كانوا الاتنين بيلعبوا في تشامبيونشيب درجة تانية يعني، وكان خلصان 7-0. فهنا مؤكد الفوز، اختياراتنا كلها هتبقى فوز فولهام أو فوز فولهام وأكتر من 1.5 من الأهداف. جينا للماتش الصعب بين مانشستر يونايتد وبرايتون. الماتش ده صعب جدا نظرا لأن برايتون حالتها كويسة جدا، وفي نفس الوقت مانشستر يونايتد متأخر وعايز ال3 نقط. توقعاتنا احنا ان شاء الله هتكون اما فوز او تعادل مانشستر يونايتد، او فوز مانشستر يونايتد في شوط على الاقل، شوط واحد على الاقل، وان شاء الله التوقع هيبقى سليم. جينا الماتش مانشستر سيتي وويست هام، ماتش بيتلعب على ارض ويست هام. الماتش هيبقى صعب، فرقة رخمة وفرقة ويست هام، لكن كده كده فرقة مع هالاند مش اقل من التعادل، بس احنا نطمن ونقول يا اما مكسب لمانشستر سيتي يا اما مكسب لشوط لمانشستر سيتي، يعني فوز في احد الاشواط، وان شاء الله تبقى ده التوقع. كينا الماتش شيفيلد يونايتد مع توتنهام. الماتش هيبقى على ارض توتنهام. شيفيلد من الفرق اللي هي ما يتخافش منها السنه دي، لان هي لعب 4 ماتشات في الدوري، خسران 3 ومتعادل في ماتش على ارضه. بالظبط هيبقى زي ماتش فولهام كده، ماتش يعتبر شبه مضمون من الماتشات المضمونة، هو ماتش فولهام. بنتوقع هنا فوز توتنهام طبعا، والتوقع التاني هيبقى فوز توتنهام واكتر من 1.5 هدف بإذن الله، يبقى توقع سليم. جينا للماتش الأخير معانا النهاردة، ماتش نيوكاسل وبرنتفورد. طبعا الماتش ده يبان لك ان هو سهل لصالح نيوكاسل، الكلام ده مش مظبوط نهائي، فرقة تقيلة وفرقة دفاعيا تقيلة، فاحنا مش هنقدر ان احنا نحط رهان على الماتش ده غير بالآتي: يا اما فريق يحرز 3 اهداف على التوالي لا، يا اما 1.5 جون في المجموع فقط لا غير، ده اللي يستحمله الماتش ده. اوكي، سلام. دلوقتي هنوريكم مجموعة من الأسايم ممكن تستخدموهم لبكرة، أنا سايبهم لكم فيديو وعليهم الكود بتاعهم، اللي تشوفه مناسب ليك اتفرج عليهم، اللي تشوفه مناسب ليك تقدر ان انت تستخدمه. يعني هم 4 أسايم بوريهم لك فيديو، وبحط لك على الفيديو رقم القسيمة، وبتتفرج على كل محتويات القسيمة وأحداثها. في أسايم صغيرة، في أسايم كبيرة، دي يعني أسايم اللي هي ام 3 و5 جنيه مش أكتر من كده، يعني ما تحاولش تكتر عن 3 و5. يلا سلام واشوفكم بكرة ان شاء الله.